أطعم وأحلى ورقة سجق هتعمليها بتتبيلة بسيطة بطريقة سريعة بمكونات موجودة في كل بيت، والسجق هيطلع معاكي طري وجوسي جدا والطعم حكاية. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. صينية على النار فيها معلقة زيت واحدة صغيرة علشان السجق بينزل الدهون بتاعته. تسخن معايا بالشكل ده هبدأ أنزل فيها السجق، هدي تشويحة للسجق، هديله لون من كل الجوانب. نزل السجق الدهون بتاعته بالشكل ده، هقلبه. بعد ما اخد السجق التشويحة الحلوة دي واخد لون كده بالشكل الجميل ده من كل الجوانب، هرفعه من الصينية. نفس الصينية هضيف بصلتين كبار متقطعين شرايح جوليان بالشكل ده، هديهم تقليبة. فك البصل من بعضه، هضيف فصين توم مفرومين، هشوح الثوم والبصلة من غير ما يدبلوا. هضيف عليهم 3 قرون من الفلفل الالوان، احمر واخضر واصفر، ومعاهم قرن فلفل حامي علشان بيدي طعم حلو للسجق. هديهم تقليبه مع البصل بالشكل ده. هنزل عليهم بالسجق، هقلبهم علشان ياخدوا من طعم بعض. هضيف شويه بهارات علشان اتبل الخضار اللي حطيناه، معلقه ملح صغيره، نص معلقه حبهان بودر صغيره، نص معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه صغيره من البهارات السبعه، نص معلقه كاري، هقلب الخضار مع التوابل والسجق. احنا مش عايزين الخضار يستوي، عايزين يفضل بلونه وشكله كده. اضيف عليهم معلقه صلصه كبيره، هنزل بطماطمتين كبار متقطعين شرايح جوليان بالشكل ده، ومادام في طماطم يبقى هندي رشه صغيره من السكر تدي طعم حلو. علشان اطعم السجق بتاعي والخضار هديله معلقه كبيره من الزبده، والزبده كمان هتخلي السجق طري وجوسي. هطفي عليهم النار. جبنه صينيه بطنتها بورق الفويل وبعدين ورق زبده، هنزل بالسجق والخضار عليهم من غير ما نضيف اي ميه. هغطيها كمان من فوق بورق زبده الاول، وهقفل على الصينيه بالشكل ده. هقفل عليها بورق من الفويل. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة علشان السجق ما بياخدش وقت طويل في التسوية. ده شكل ورقة السجق بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. عايزة اقول لكم ان شكلها خطير، طعمها وريحتها جميلة. شايفينها عاملة ازاي؟ الخضار استوى والسجق كمل تسويته وجوسي وطري زي ما حضرتكم شايفين كده. حاجة كده تحفة، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. تقدميها مع شوية رز، مع شوية مكرونة، عيش بلدي وطحينة، وبألف هنا.